السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات اقتصادية مع بشرى. اقتراح اليوم كنقدم لكم ميني بالمي بالسكر بمقادير جد اقتصادية كيخرجوا كمية كبيرة، ناجحين 100% من أول تجربة، كيجيو أكثر من رائعين. خليكم تكتشفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. التحضير ديالهم كنحتاجو نص رابعه ديال الزبده 125 غرام. كتخدموا باي زبده كتعجبكم، الاحسن تكون حيوانيه. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده حيوانيه. وهنايا عندي نص كاس العنبه ديال زيت المائده، كاس العنبه ديال المعادن الروبيني، معلقه كبيره ديال الخل، فاني للتنسيم نص معلقه صغيره، ممكن ديروا ساشي ديال الفاني، سكر فاني، نص خميره ديال الحلوى 4 غرام، رشه ديال الملح، نص كيلو ديال الدقيق 500 غرام، وغادي نحتاجو 2 كيسان ديال العنبه ديال سكر حبيبات يكون رقيق. كناخذوا ديك الزبده اول حاجه كندوبوها، ملي كندوبوها كنخويوها في شي قصريه، ومن بعد غادي ندوزو نضيفو ليها رشه ديال الملح دائما في الحلويات. وغادي نضيف هنا عندي انايا النكهه ديال الفاني، غادي نضيف 4 معالق صغيره، ممكن تضيفوا كيت ليكم ساشي 7 غرام ديال سكر منسم بالفاني. وغادي نضيف نص كاس ديال العنبه ديال الزيت. بالنسبه للسكر غادي نخليوه حتى المرحله ديال المونطاج، تنبغيو نطلقوا العجين. هنا كناخذوا الدقيق اللي يكون مغربن نوعيه ممتازه نص كيلو، غادي ندخلوه مع داك الزيت والزبده، يعني كنرملوه، كنحاولوا نديروا داك نص كيلو ديال الدقيق كامل وكنرملوه بداك الزيت والزبده حتى كيترملوا مزيان. في هذه المرحله راه ما كنديروش كاع السكر. كيف قلت لكم هنايا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نبدا نضيف في الماء تدريجيا. الماء كيف ذكرتكم يكون من روبيني عادي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف، يعني من روبيني. كنبقى نضيف فيه تدريجيا وانا كنجمع في العجين حتى غادي نحصل على واحد العجين اللي كيكون قاصح شي شويه. واخا يجيكم قاصح جمعوه بداك الماء كامل داك الكاس ديال العنبه، ومن بعد غادي تدلكوه مزيان. يعني هذا العجين ماشي بحال ديال الحلوى العاديه كيبغي يتدلك، لان مع رملنا الزبده مع الدقيق كيولي نحسوا به بحال كيتشتت، ولكن ملي كنبداو كندلكو فيه راه العجين ديالنا كيولي كيعطينا الطوع وكيولي لين. يعني هنا واحد 2 دقائق كندلكوه بالراحه ديال اليد بحال كندلكو الخبز ديال العجين ديالنا، العجين ديال الخبز ديالنا عفوا. صافي هنا ملي كندلكو مزيان واحد 2 دقائق، هذا هو القوام ديالو كيولي لين مباشره. غادي ندوز نقسمو. بالنسبه للتقسيم ديالو انا غنقسمو على 4 ديال الكرات باش ملي غنكون نسرح فيه خاصنا نرقوه مزيان ما لقاش فيه صعوبه. يعني ندير يعني كويرات متوسطين، ما كبار بزاف ما صغار بزاف. هنا عطاني 4 ديال الكويرات اللي غادي نديرهم على شكل كريسات، غادي نحطهم على جنب وندوز باش نبدا نطلق كل وحده بوحديتها. صافي هنا ملي طلقتهم غناخذ طاوله العمل. غادي نحتاجو هنا طاوله العمل تكون نقيه. غادي نحتاجو نبداو باول قرصه، غنحتاجو هنايا المدلك وكذلك سكر حبيبات اللي درنا. هنايا راني بديت كنخدم، صايبت اول بودان حطيته على جنب. وهنايا السكر من الاحسن خذوا سكر سنيده اللي كيكون رقيق، راه كاينه الغليظه والرقيقه، خذوا الرقيقه احسن، الغليظه ممكن تقطع لكم العجين. كنبقاو نرشوا حنا كنطلقوا في العجين حتى كنحصلوا على واحد السمك اللي كيكون رقيق بزاف. ضروري يكون رقيق بزاف باش البالمي ديالكم ما تكونش يعني ما تجيكمش معجنه. صافي هنايا راه كيف شفتوا غادي نبداو ندخلوا في سنيده، حنا كنرشوا في سنيده وحنا كنطلقوا دائما من جميع الجوانب حتى غادي نحصلوا على واحد المستطيل اللي كيكون مقاد اللي غادي تشوفوه معايا في الاخر. صافي انا غادي نطلقو مزيان ونقادو على شكل مستطيل ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه ديال الطي ديالو. صافي هنايا هذا هو السمك ديالو. هنايا راه كنرشوه مزيان بسكر حبيبات يعني سنيده، وغادي ندوزو باش نلويو. هنايا غادي نبداو نلويو مع الجوانب مزيان، نحاولوا نطويو يكون مطوي مزيان، يعني يكون بحال مقبوط مزيان، ما يكونش يعني مهوي باش ملي نقطعوه ما يتحلش لينا داك البالمي ديالنا. وهنا غادي نلويو حتى نوصلوا للنصف، وغادي نقلبوا العجين. ردوا معايا الصوره، غادي ندير معكم الاولى والثانيه باش تفهموا مزيان. غادي نقلبوا بهذا الشكل كيف شفتوا، وغادي نردها هكا
كيف كتشوفوا معايا. يعني وحده غتجي مقلوبه، اللويه مقلوبه لتحت واللويه الثانيه غادي نقلبوها لفوق باش تجينا على هذيك الشكل ديال بالمي، على شكل ورده. هنا غادي ندوز للجهه الاخرى، حتى هي كنرش دائما سكر حبيبات، وانا كنلوي يعني الجهه الاخرى من البودان. وانا غادا كنلوي في الاول، راه كنلوي بشويه حتى كنجمعو، من بعد كندفعو حدا بعضياتو، كنقادوه وكنحطوه في واحد اللاطه باش غادي ندخلوها للثلاجه نخليوه يقبض راسو. انا غنعاود معكم وحده اخرى باش تفهموا معايا الطريقه ديال اللي كيف كتشوفوا معايا. طلقت يعني الكره على شكل مستطيل، ومن بعد كنبداو نلويو. هنا راه هذا المستطيل كنوصلو كنقسموه على نصفين قد يعني كنلويو اللويه الاولى حتى للنصف، وكنقلبوا هذاك المستطيل بهذا الشكل. شفتوا؟ يا اما كنقلبوه بالطريقه الاولى وبهذه الطريقه، يعني كنقلبوه بهذا الشكل، يعني كيجي ديك اللويه تجي لتحت، ونعاودو عاوتاني نرشو سكر حبيبات مزيان، ونعاودو نلويو بنفس الطريقه كيف شفتوا معايا بهذا الشكل. يعني كنحاولوا ما امكن نلويوه مزيان. غيتبعوا معايا الفيديو مزيان غادي نتفهموا الطريقه ديال الطي. صافي انا غادي نلويه مزيان، وغادي نديرو حدا خوتو يعني في اللاطه، ندخلهم الثلاجه، ضروري يبقاو في الثلاجه لان العجين كيكون مطلوق فيه الزبده دفيناها يعني دايبه. صافي حتى يقبض راسو، خليته في الثلاجه باش ما يجيكم في التقطيع ساهل. انا راه بديت كنقطع فيه، دخلته الثلاجه نصف ساعه ومن بعد بديت كنقطع فيه، كتخرجوه كيجيكم ساهل في التقطيع ملي كتدخلوه للثلاجه. صافي هنا راه كنقطعوه بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا. كناخذوا سكين يعني موس يكون ماضي مزيان، وكناخذوا قطاعه وكنقطعوا بهذا الشكل. هذا هو السمك ديالهم. ما غاديش نحطوه هكا، كنحاولوا نضغطوا عليه براحه ديال اليد بهذا الشكل، كنضغطوا عليه ونقرصوه مزيان لان مازال فيها الخميره، مازال غتطلع. انا نسيت ما ذكرتهاش لكم، راني ضفتها مع الدقيق، يعني 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. صافي هنا كنقطعهم وكنضغط عليهم بيدي بهذا الشكل كي كتشوفوا معايا، حتى بحال كنقرصوهم ولا تقرصوهم في اللاطه، يعني في اليد كيجيكم ساهلين. حتى نكملهم كنستفوهم في اللاطه يكونوا متباعدين. اللاطه من الاحسن فرشوها بالورق الخاص بالفرن باش ملي تحيدوهم ما تلقاوش معاهم صعوبه. صافي انا غادي نقادهم. هنا انا راه درتهم يعني الحجم ديالهم صغير لان مازال غيضيعوا باش يجيكم زوينين. انا غادي نكملهم ندخلهم يطيبوا الطياب ديال الحلوى. كنسخنوا الفران مسبقا، كندخلوهم ونهبطوا العافيه مهيله من التحت حتى كيطيبوا ويتحمروا ياخذوا اللون الذهبي، ونحمروهم شويه من الفوق، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. والتذكير ملي كنخرجوهم من الفران ما نخليهمش تيبردوا تماما، غير كيدفاو شي شويه وكنحيدوهم باش ما يلصقوش لينا في اللاطه، حتى فيهم السكر كيلصقوا في اللاطه. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيخرجوا لينا كميه كبيره وكيجيو بنان بزاف لشرب الشاي. كنتمنى تنال اعجابكم الوصفه، كيجيو مقرمشين وبنان بزاف. الا جربتوهم غيوليو معتمدين عندكم، كتحتفظوا بهم بحال الحلوى العاديه. مقادير الوصفه راه غتلقاوهم في صندوق الوصف. شكرا على المتابعه، وبسلامه عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.